منصة اف بي سي اللي ضحكت على ناس كتير جدا، وناس توفت بسببها وناس اتطلقوا بسببها. تعال اقول لك ايه اللي حصل. منصة الاف بي سي ديت كانت في ناس بتشترك فيها بعضوية، العضوية دي سعرها 900 جنيه. بيدولك شوية مهام بتنفذها، يدولك مكافأة بعدها ويرجعولك كمان ال 900 جنيه دول. ولو انت بقى عايز تزود المهام بتاعتك عشان عايز تزود الارباح بتاعتك، بتشترك في عضوية اغلى بكتير ب 11200 جنيه. تزود المهام تنفذها، يدولك المكافأة ويرجعوا لك الفلوس. فضلت الدنيا ماشية والناس عمالة بتكسب والناس عمالة تجيب ناس تانية والدنيا تمام، ويعملوا عشاء ويعملوا حفلات والدنيا زي الفل. لغاية ما جم في مرة أخدوا الفلوس من الناس وما رجعوهاش، والناس ما كسبتش حاجة، ومن هنا بقى الدنيا اتقلبت. طبعا واحدة مسنة توفت، دفعت 50 ألف جنيه على أساس إن هي هتكسب، وطبعا ما كسبوهاش حاجة. واحدة حامل خدت فلوس من ورا جوزها وما كسبوهاش حاجة، وحصل بينهم طلاق. حصلت مشاكل، واحدة باعت مش عارف الجاموسة بتاعتها، واحد باع موبايلاته. الدنيا اتقلبت خالص. المهم ان الامن في الاخر قدر ان هو يحدد هوية المسؤولين عن المنصة دي، بعد طبعا ما تقدم فيهم 101 بلاغ، وقدروا ان هم يقبضوا على 14 واحد من المسؤولين دول. منهم اصلا 3 اجانب مرتبطين بشبكات دولية و11 مصري. الثلاث اجانب دول اعتمدوا على ال11 مصري دول عشان يقدروا يفتحوا الشركة بتاعت منصة الاف بي سي هنا في مصر. بعد ما قبضوا عليهم لقوا ان معاهم 1130 شريحة، وطبعا معاهم موبايلات كتير ولابتوبات، ومعاهم كمان فلوس 1,270,000 جنيه. المبلغ اللي اتنصب على الناس كان مقدر بحوالي 6 مليار جنيه. شوف المبلغ عامل ازاي، بقول لك ناس اتبهدلت بسبب المنصة دي. طبعا خلاص هم قبضوا على الناس ديت وقبضوا على المسؤولين بتوع الهوية. لكن في تصريح غريب جدا من مساعد وزير الداخلية السابق، قالك ان الفلوس دي صعب جدا ان هي ترجع. طبعا انا مع التصريح ده شوية، ان الفلوس خلاص مش ترجع حتى بعد ما قبضوا عليهم. طبعا يا جماعة احنا نخلي بالنا من المنصات ديت، هم كانوا كمان عاملين محافظ إلكترونية عشان ياخدوا الفلوس عليها، بطبعا بيانات كلها وهمية. فما فيش حاجة اسمها ادفع 10 تلاف ولا ادفع 50 ألف وهترجع لك 100 ألف، كل ده كلام فاضي وكل ده نصب طبعا. فنخلي بالنا على فلوسنا، ونخلي بالنا من المنصات اللي ملهاش أي لازمة دي. ناس توفت وناس حصل لها مصايب بسبب المنصات دي.